هي خمس مباريات دون انهزام، ثم انهزام في المباراة الأخيرة وتعثر ما كانش ينتظره الأنصار، ثم اليوم كلاسيكو كانت مباراة ينتظر أنه يكون فيها التنافس وقوية جدا، والدليل أنكم فزتوا بهدف لصفر وكانت ندية بين الفريقين. اش راه نقول لك، حنا كنا حابين نقعدوا بديناميكيه الانتصارات هذه. يلا غالب جات لا ديفات تاع 5 هذيك، ما حنا ما كناش نستناو فيها. كما نقولوا حنا لي جوات تعهدنا ان نربحوا هذه المقابله هذه كما يلزم الحال. الحمد لله وفقنا ربي وربحنا. طيب كيف هي الأجواء داخل مولودية الجزائر؟ نشاهدوكم أنه في هكذا جو نشاهدوه من خلال اللاعبين، من خلال تواصلكم، ونحسوا أنه حابين تفرحوا الجمهور اللي تنقل اليوم إلى ملعب الدار البيضاء. واش راح نقول لك، انا العام اللي فات جيت العام اللي فات لهذا الفريق هذا، وسنا راني نشوف تما كما نقولوا بالك المولوديه ما كانش عندها مجموعه، عندها مده ما كانش عندها مجموعه كيما هذه. لي جوار كانوا ولاد فاميليا، الحمد لله رانا متفاهمين في بعضنا، وهذاك هو تسمى كما نقولوا الرسمي في الفريق. طيب بيناتنا حارس لما يلعب في البطوله المحليه ويروح للدار وما سجلوش عليه هدف، كيف هي الامور؟ نورمال تفرح، حاجه باينه. الواحد تما ماذا بيا شاك ماتش ما ينكيسيش. ان شاء الله نكمل هكا ان شاء الله باش نمدوا شي من الفريق ان شاء الله. تمنياتي بالتوفيق، بارك الله فيك، شكرا على التواصل.